هو أنا مش ضد الأرقام، بس لما تبقى فاتورة الكهرباء بقت زي امتحان كيمياء يبقى احنا كده دخلنا رسمي في زمن البقاء للأذكياء. أنا مش عايزك تبقى عالم بيانات، بس عايزك تشوف اللي بيحصل حواليك، بس تشوفه صح. وعلشان كده اسمح لي أقدم لك البصيرة. شايف الجدول ده؟ يلا نلعب لعبة صغيرة. عدلي فيه كام صفر. أهو وقعت. أنت عارف أنت ضيعت كام ثانية في حاجة المفروض تتعرف في ثانية واحدة؟ كده تفرق. نفس الأرقام، بس لما حطينا نظارة البصيرة كل حاجة بقت واضحة. الداتا بتتكلم وانت بتفهم. الناس فاكرة ان الداتا للشركات وبس. طب تعالوا نراجع مع بعض كده. عداد الكهرباء داتا، سعر الطماطم النهاردة داتا، مرتبك اللي بيطير أول الشهر داتا، حتى الميم اللي صاحبك بعتهولك عشان يتريق على مديره داتا. المشكلة مش في وجود البيانات، المشكلة في إن إحنا مش عارفين نشوفها. وزي كده ما شرحت لحضرتك دي خطة تقليل المصروفات للسنة الجديدة. تمام تمام. تمام؟ يعني إيه تمام مرة تانية؟ تمام يعني مش فاهم، ولا تمام علشان مش فاضي؟ دي مشكلة لما البيانات توصل بس ما توصلش. دلوقتي تخيل معايا اتنين قدموا نفس التقارير بنفس الأرقام، بس لما رسمناهم واحد طلع على شكل ديناصور والتاني طلع على شكل نجمة. نفس الإحصائية، بس معناها الداتا ممكن تخدعك لو ما شفتهاش بعينك. البصيرة مش إنك تحفظ أرقام ولا إنك تبص على جدول وتقول واو. البصيرة إنك تلاقي نمط وسط الفوضى، تشوف فرصة في رقم نايم ملوش لازمة، تحول حاجة شكلها عشوائي لحاجة تفيدك. لو شايف إنك محتاج نضارة مش للنظر، لأ، نضارة للبصيرة، شارك الحلقة دي مع كل اللي فاكر إن كل حاجة ماشية تمام، وسيب لي كومنت تقول لي آخر مرة رقم لخبطك كان إمتى، ونتقابل الحلقة الجاية في مغامرة جديدة من فاصل وبيانات البصيرة. سلام.